بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالطلبة والطالبات المقبلين على امتحانات التربية والتكوين في الفيديو الثاني من دروس علوم التربية، والذي سنخصصه للقسم الثاني من الميثاق الوطني للتربية والتكوين. هذا القسم الذي يتضمن مجالات التجديد ودعامات التغيير. يغطي هذا القسم 67 صفحة من الميثاق، عكس القسم الأول الذي هو المبادئ الأساسية والذي لا يغطي سوى 7 صفحات. مجالات التجديد ودعامات التغيير حصرها الميثاق في 6 مجالات، وهي نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي، التنظيم البيداغوجي، الرفع من جودة التربية والتكوين، الموارد البشرية، التسيير والتدبير، ثم الشراكة والتمويل. في المجال الأول يهدف الميثاق إلى نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي عن طريق 3 دعامات، هي تعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب، ومحاربة الأمية في إطار التربية غير النظامية، وخلق تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي. ويستهدف المجال الثاني من مجالات الميثاق التنظيم البيداغوجي وإصلاحه وتغييره عن طريق إعادة الهيكلة وتنظيم أطوار التربية والتكوين، ابتداء من التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي والجامعي. كما يستتبع الإصلاح البيداغوجي إصلاح أنظمة التقويم والامتحانات بالموازاة مع إصلاح التوجيه التربوي والمهني. أما المجال الثالث فيسعى إلى الرفع من جودة التربية والتكوين عبر مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية، وتدبير بشكل أفضل لاستعمالات الزمن والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية، تحسين تدريس اللغة العربية واستعمالها وإتقان اللغات الأجنبية والتفتح على اللغة الأمازيغية، دون أن ننسى الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الجديدة والإعلام والتواصل، وتشجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي، وإنعاش الأنشطة الرياضية والتربية البدنية المدرسية والجامعية والأنشطة الموازية. وفي المجال الرابع الخاص بالموارد البشرية يتم التركيز على حفز الموارد البشرية وإتقان تكوينها وتحسين ظروف عملها ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية، وتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة. وفي المجال الخامس المتعلق بالتسيير والتدبير فقد دعا الميثاق الوطني إلى سن سياسة اللامركزية وإقرار اللاتمركز في قطاع التربية والتكوين، وتحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين وتقويمه المستمر، وتنويع أنماط البنايات والتجهيزات وضبط معاييرها وملائمتها لمحيطها وترشيد استغلالها وحسن تسييرها. ويخص المجال السادس والأخير مجال الشراكة والتمويل عن طريق حفز القطاع الخاص وضبط معاييره وتسييره ومنح الاعتماد لذوي الاستحقاق وتعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها.